السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنشوف الجزء من الشقة بتاعتي بعد ما فرشتها خلاص. بس سامحوني اللي انا في خلاص الفيديوهات القادمة ان شاء الله مش هقدر انزلها معاكم وانا بعمل يعني، لاني صراحة يعني يعني بيبقى مجهود عليا حقيقة، يعني اللي انا اصور وفي حد واقف بيصورني ومذنباه جنبي وانا قاعدة بعمل الكلام ده. بس ان شاء الله في كل فيديو هقول لكم انا نظفت ازاي والطريقة اللي انا استعملتها في التنظيف. خلاص، دلوقتي هنشوف الجزء اللي انا فرشته ونضفته خلاص. تمام، يلا يا حبايب قلبي كده معايا نقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده في الصالون خلاص. طبعا احنا شفنا الجزء ده كله هو بيتنضف في فيديو تاني قبل كده. خلاص، ادي الترابيزة هنا انا جايبة سجادة كبيرة، هي 5 في 5، كبيرة جدا ومتعبة جدا في الغسيل. طبعا انا مقدرش اغسلها يعني لوحدي وكده، فمتعبة جدا في الغسيل، بس هي كبيرة قوي ليه؟ عشان تاخد مكان الريسبشن ده كله، يعني جزئين مع بعض، بدل ما احط هنا سجادة وهنا سجادة وكلام من ده. وفي نفس الوقت انا لو حطيت سجادة صغيرة، بص يا بنات، مش كل حاجة يعني انتي مثلا عندك ينفع بتحبي سجاد صغير، انا عندي ما ينفعش. خلاص هقولك ليه. انا لو البيت عندي هنا يعني مفيش اولاد ومفيش مفيش حركة كتيرة فيه، اوكي هقولك هحط سجاد صغير بس في الانتريه او الصالون او كلام من ده. انما انا عندي اطفال صغيرين، تمام، فانا لو حطيت سجاد صغير للاسف بيبقوا رايحين جايين بعصير، رايحين جايين بميه. حتى لو انا قلت لهم ما تدخلوش المكان ده او كده، برضو اكيد غصب عني هيدخلوا وانا مش شايفه وانا مش موجوده كل الكلام ده، فهيدخلوا. فلو وقع على السيراميك او كلام من ده بيقع نقطات او كده، يعني نقط ميه او عصير، بتبقى مشكله كبيره جدا عندي. خلاص، يعني انا كذا مره كتير كتير آه، زمان يعني اول ما اتجوزت كنت حاطه سجاد صغير بقى والحاجات المودرن الجديده دي وكده، فكنت بتزحلق، يعني اتزحلقت كتير، حتى وانا حامل كنت بتزحلق وانا ماشيه كده على السيراميك. كانت بتبقى مشكله عندي جدا، فبقى عندي عقده اللي انا لا، انا اداري الارض، مش مشكله السجاده تتوسخ اوديها تتغسل او انا هغسلها ايا كان، بس محدش يتزحلق ويحصل الاصابات اللي ربنا يبعدنا عنها. خلاص كده ادي الترابيزه، حاولت اجمع عليها الحاجات الذهبيات زي الصالون. خلاص، هنا الشابوهات الشابوهات القدم بتاعتهم او القعده بتاعتهم ديت نحاس. تمام، ماشيه مع الصالون، والحاجات الموجوده هنا ماشيه مع الصالون. ودي طبعا ترابيزه الصالون. هنا حاطه مفرش سوري، انا بعشق المفارش السوري يا بنات، بحبها جدا، بحبها جدا، مش عارفه ليه يعني. يعني بحب اي حاجه، يعني بحب اي حاجه مبهجه، بتلمع مش عارفه بالظبط، بس انا مش عارفه، بحب اي حاجه تكون مبهجه يعني. هنا التمثال اهوت حطيته وشغلته خلاص. تمام، وبرده المفرش السوري حاطاه، برده بحب المفرش السوري زي بقول لكم. هنا الترابيزه التانية بتاعت الانتريه، حطيت كده عليها شويه حاجات، زينتهم برضو بالورد وخليتهم كلهم يبقوا شكل واحد، سيراميك او صيني ايا كان يعني. خلاص كده هي الاوضه انا خلصتها. مش هنجري بقى ولا نسرع ولا الكلام من ده خالص، ادينا اهو بالراحه واحده واحده مع بعض. هنا في كومود كان زياده عندي، فهو شكله حلو جدا، بتاع حجرة النوم بتاعتي. بحب جدا الستايل دوت، يعني بحب ستايل الكلاسيك دوت، ف عجبني يعني ينفع يتحط هنا، فروحت حطاه وحطيت عليه برضو مفرش سوري، وحطيت عليه الحاجات اللي هي الكريستالات. خلاص، وده المج بتاعي. تمام كده خلاص، هنا خلصت.
ده الجزء الاول من الريسبشن اللي احنا خلصناه مع بعض. تمام، هنطلع كده بره على على السفرة. هنشوف بقى، بسم الله. هنا عندي فوانيس، هي مش فوانيس طبعا، هي لمبادير، يعني اي حاجه فرفورجيه بتبقى لمبادير. خلاص، هنا حطيت هنا فانوسين من الفورفورجيه تحفه ومديني شكل حلو قوي، وجمعت الركن دوت لاي حاجه فرفورجيه. تمام، او اي حاجه معموله اللون اللي هو اللون الفورفورجيه دوت، اللون النحاسي. تمام، هنا عندي برضو دي لمبادير زي ما انتوا شايفين كده. اتفضل. انا بصور لكم وابني شغال يعني بيبوظ في الحاجه. ادي اهو جنب، نفضت الستاره وغسلتها ونضفتها بنفس طريقه الستاره التانية، بشويه ميه دافيين وكوروريكس الوان وفرشه وشويه مسحوق عادي اللي انت بتستعمليه، بريل اللي هو بتاع الاطباق الغسيل، الاطباق المواعين والحاجات دي. خلاص كده الشكل. هنا انا كنت قبل كده لو تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، انا كنت حاطه هنا في الجزء ده ستارتين تقال لونهم نبيتي، وبعدين الستارتين دول. فانا شلت طبعا خلاص التقال دولت، لان انا محتاجه فعلا الجزء ده كان ضلمه شويه، لان الشقه واسعه وكبيره، فمهما احط في لمض بتبقى يعني، مهما احط في لمض في النجف او كده بتبقى برضو في اماكن، وهي الجوانب ديت بتكون تحس ان هي غامقه او ضلمه شويه او كده. فانا قلت لا خلاص، انا هستفيد ان انا احط حاجات زي كده ويبقى شكلها شيك وتنور لي الجوانب بتاعتي. خلاص، هنا القطع بين هنا وهنا. خلاص، الجزء ده قلت لكم حاطه فيه الحاجات ديت، والجزء التاني حاطه فيه هنا برضو شويه حاجات كده. وقلت احط الستاره خفيفه بحيث ان انا عايزه النور يعني ينفذ من الناحيه التانية، يبقى النور استعمله هنا وهنا، ينفعني في الجزء التاني والجزء دوت. هو فعلا لما حطيت الستاره الخفيفه لقيت النور هناك وهنا، انما لو كنت حطيت التقيله كان هتعمل حاجب للنور من الناحيه التانية. خلاص، هنا بقى السفرة، وادي الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض وزيناها. والكريستالات على فكرة ما شاء الله يعني بتلمع جدا، الحاجات اللي انا حطيتها وحطيناها مع بعض يعني عملناها في فيديو برضو واحنا بنزين الحاجات ديت. بصوا بقى الجزء ده انا اللي عاملاه. انا لميت كل الورد اللي عندي، كل الزرع اللي عندي خلاص لميته بالطريقة دي. وجبت نجيلة صناعي. نجيلة صناعي هي غالية قوي، هي سعرها اوفر يعني. خلاص، وعملت ركن للورد يعني والزرع والحاجات دي. انا من النوع اللي بعشق الزرع جدا، يعني انا ما بشوفش الزرع ولا ارض زراعيه ولا الكلام من ده غير وانا صدفه ماشيه بالعربيه يعني. غير كده انا ما شفتش وما تعايشتش مع الزرع وما تعايشتش مع اراضي الزراعيه. فبذلك تحسي كده يعني بشتاق للزرع، بشتاق لشكل الزرع حتى لو كان صناعي. فهماني؟ انا قبل كده زرعت كتير، كنت جايبه حاجات الزرع وزرعه كتير حاجات عندي في البيت. بس للاسف بقى ولادك يعني الولاد كل ما يكونوا صغيرين كل ما يبقوا حركتهم زياده شويه وانت ما بتعرفيش برضو تتحكمي في تحركاتهم زياده عن اللزوم. لان لو يعني زودتي على الطفل لا ما تتحركش ما تعملش، الطفل هيتعقد. طب هيتحرك فين؟ يعني هو كده كده مش بينزل شارع والنادي مثلا في اوقات معينة، خروج في اوقات معينة، ما هو لازما هيتحرك في البيت، فاهمة؟ فهيتحرك فين غير البيت؟ فالواحد بيجي على نفسه وممكن يستغنى عن شوية حاجات كده بسيطة في سبيل اللي برضو يعني ما يجيش على اولاده عشان خاطر تفضل الشقة نظيفة. بقول لكم دي بقى نجيلة صناعية جميلة جدا، حلوة قوي. وادي بقى رصصته كده، هو جاي بحرف ال كده بس يمكن هو مش باين يعني. خلاص، وبان بقى يعني انا شايفاه ركن جميل قوي، مش عارفة ليه. يعني انا حاسة اللي هو ركن جميل قوي قوي لذيذ، حباه قوي، مش عارفة ليه. يلا بقى كده نشوف الباقي. كده الجزء التاني
غيرت المفرش اللي كان هنا نبيتي طبعا، غيرته وحطيت المفرش تاني. بصوا ابني فتح بصوا عمل ايه في الشاحن بتاع الموبايل ده، الكيس بتاع المسامير. اتفضلوا، الشاحن لسه جديد 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 والمسامير وقعت. ثواني الم الحاجه واجيلكوا. الشاحن والله لسه جايباه بنات، مبقالوش كام يوم. يلا الحمد لله. المهم غيرت هنا، حطيت برضو مفارش سوري. بحبها جدا قلتلكوا. حطيت الانتيكات بتاعتي بقى، اللي هي الحاجات الحاجات ديت نسيت اسمها الفضيات. خلاص وزعتها بالطريقه ديت. وحطيت هنا الكرسي بتاعي دوت. الهزاز هو كان هناك بس انا غيرته بقى وجبته هنا. وفرشت طبعا السجاد بتاعي ونضفته وخلصت الحمد لله الجزء دوت من الريسبشن. وانتظروني ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات القادمه. هنعمل فيديو عن الجزء التاني من الريسبشن، والحجرة حجرة ان شاء الله، حجرة الولاد، البنت والولاد وحجرتي. وعملت تغيرات في حجرة الولاد هتشوفوها ان شاء الله، نشوفها مع بعض. يا رب يكون عجبكم الفيديو. تعالى اوريكم النيش، نضفته برضو، نضفته. نضفته كويس. طبعا انا ما عرفتش الحقيقه اصور لاني ما حدش، امانه يعني ما حدش رضي يصور معايا. ازاي هقول له انا بفضل مذنباهم طول ما انا بنضف. هنقفله بالمفتاح بعدين. اطلع بره كده. خلاص السجاده دي حرير تركي، بحبها جدا. من افضل السجاد اللي انا جايباه في المنزل بتاعي صراحه. زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص خلصنا الجزء دوت. بس يا حبيبي خلصنا الجزء دوت كده خلاص. وان شاء الله بقى انتظروني في الاجزاء القادمه. كده متهيالي احسن بتكلم معاكم ومعاكم برضو، يعني احنا كده كده مع بعض. يعني اللي انا بعرفكم كل حاجه بالتفصيل، انا عملت ايه ووصلت لغايه فين وكده يعني. بصوا بصي حاولي بقدر الامكان ما تستعمليش اي حاجه زياده. هو البليدج للخشب، المستر ماسل، دي الحاجات الاساسيه اللي تجيبيها في التنظيف. البليدج، مستر ماسل، ايه تاني، ديتول للارض. بس هو بقى فوط وبتاع وزعافات ومقشات والحاجات دي فقط لا غير. لو حتى ما قدرتك برضو ما تجيبيش الحاجات اللي انا قلت عليها، الديتول ومستر ماسل والحاجات ديت، عادي جدا تقدري تنضفي برضو وتخلي بيتك زي الفل بشوية اريال، بشوية صابون سايل، وهتخلي بيتك زي الفل. النظافة ما بتقفش عليها شروط صراحة، ولا بيقف عليها خلطات، ولا بيقف عليها إيه اللي جبتيه وايه اللي عملتيه ولا الكلام ده كله. لا، ما دام هتنضفي يبقى هتنضفي حتى لو بايه، لو بأقل الامكانيات هتنضفي. خلاص كده بقى. ادعولي بقى ان شاء الله في الاجزاء القادمه. ادعولي ربنا معايا ومعاكم طبعا. انا عارفه ان في ناس كتير شغاله معايا دلوقتي، ربنا يديكم الصحه يا رب. وكل سنه وانتم طيبين مره اخرى. وهقول لكم ان شاء الله الفيديو القادم انا ليه عايزه اخلص شقتي بدري. ده انا اتاخرت، انا كنت عايزه صراحه اخلص يعني لغايه يوم يبقى فاضل 10 ايام بس في رمضان واكون منتهيه من كل شيء يعني. بس لسه في شويه حاجات بسيطه كده قوي ان شاء الله نخلصها بسرعه. تمام. أه هقول لكم ليه، والعشر ايام الاخرى انا بعمل فيهم ايه ان شاء الله. العشر ايام الاخرى في الاخرانيين في شهر رمضان هقول لكم انا بعمل فيهم ايه، بيبقوا ضروريين عندي جدا. يلا بقى الفيديو طول قوي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو شيروه بين اصحابكم واعملوا مشاركة عليه، واشتركي في القناة لو انت جديدة، واعملي لايك لايك لايك. باي باي.